لو احنا جعانين هتبقى عيننا اكبر من بطننا، ما نرجعش ناخد مرة تانية. حابة اكلمكم عن بعض الاخطاء بنعملها سواء في العيد او في مناسبات اجازة او لمات عيلة، بتبوظ صحتنا وبتبوظ جسمنا. في الاعياد طبعا مع اللمة النفس بتتفتح وبيبقى في اكل كتير. النصيحة ان عشان نحافظ على جسمنا وصحتنا ان احنا ما ناكلش زيادة، المعدة مليانة زيادة عن اللزوم. فعادة احسن طريقة الواحد يحط في الطبق بتاعه الكمية المعقولة، وافتكر دايما انه كتير لو احنا جعانين هتبقى عيننا اكبر من بطننا. دايما نشرب كم بق مية في الاول، وبعدين نشوف نحط الكميات اللي احنا شايفين هنقدر ناكلها، وما نرجعش ناخد مرة تانية، ما نغرفش مرة تانية. يعني تبقى هي مرة واحدة، ولو هناخدها على مرحلتين برضو، يعني يمكن عايزين نحط مثلا في الطبق نوع بروتين مع نوع نشوي، وبعدين عايزين الخضار. لو احنا عايزين لوحده كل مرة هنحط الكمية، نحط الكمية المنطقية اللي احنا عارفين هي دي المعقولة، ولا هنسيب أكل عشان حرام وخسارة نسيب أكل، وفي نفس الوقت ما نملاش معدتنا زيادة عن اللزوم، ما نقومش من السفرة مش قادرين نتنفس. كده هنبقى حافظنا على صحتنا وعلى جسمنا.